بيان إلى الرأي العام. في 9 من كانون الثاني تمر الذكرى السنوية 10 لجريمة اغتيال المناضلات الكرديات ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلمز في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تمكنت أيدي الغدر من تنفيذ عملية اغتيال سياسية هزت وجدان ملايين الكرد في أجزاء كردستان الأربعة، كما أنها هزت ضمير أحرار العالم في سائر أرجاء المعمورة. هذه الجريمة التي نفذت لإحباط وعرقلة الحوار من أجل حل القضية الكردية في شمال كردستان وأحلال السلام. إن نضال الرفيقة ساكينة ورفيقاتها لم يكن من أجل المرأة الكردية فحسب، وإنما كان من أجل جميع نساء العالم. وحتى الآن لم يتم توضيح معالم هذه المجزرة من قبل الدولة الفرنسية التي نفذت هذه الجريمة فيها، ولم يتم محاسبة الجنات على فعلتهم، وأن استهداف المرأة الريادية هو الهدف الأساسي للأنظمة الفاشية والرجعية، فأينما وجدت المرأة تبحث عن الحرية فإنها تشكل خطراً كبيراً على هذه الأنظمة. لهذا عندما نعود بالتاريخ إلى الوراء نجد أن هناك المئات من النساء اللواتي يناضلن ضد النظام الأبوي من أجل الحرية، أمثالهن روزا لوكسمبورغ، كلارا زنكتين، الأخوات ميرابال والأم كلناز، إذ تم تجريمهم وقتلهم. إن النظام الأبوي والسلطة الحاكمة تعلم أن قواتهم ستضعف في حال تحررت المرأة، لأن بتحرر المرأة يتحرر المجتمع، وبذلك ستضعف قواهم وتهز عرشهم. إن الأنظمة الفاشية على رأسها تركيا لم تكتفي بهذه المجزرة، وإنما استمرت بارتكاب الكثير من المجازر بحق النساء القياديات، مثل مجزرة باريس الثانية بتاريخ 23 كانون الأول لعام 2022 بحق الرفيقة أفين كيوي واثنين من رفاقها عبد الرحمن قزل وميرا بيروب. وهذا ما يؤكد إصرار الأنظمة الفاشية على إفراغ القضية الكردية من فحواها من خلال سلب هوية المرأة وكسر إرادتها. إننا في منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، إذ نستذكر هؤلاء الشهيدات، وإننا ندين ونستنكر هذه المجازر التي ترتكب بحق النساء، ونطالب المجتمع الدولي والدولة الفرنسية للعمل على كشف الجنات وتقديمهم للعدالة. كما ندعو أحرار العالم والمنظمات الحقوقية والحركات النسائية للتضامن مع الشعب الكردي ونضال النساء أينما كن. المجد والسلام لأرواح الشهيدات والشهداء، الخزي والعار لأعداء الإنسانية والشعوب. أنا آزادي، جنجيانا آزادي، المرأة الحياة الحرية، المرأة الحياة الحرية.